اغلب الناس عايزه تراقب بعضيها وتراك لاست سين. هقول المميزات فيه اللي ممكن تحمله عشان لو عايز تراقب اولادك بيسهروا على الواتساب ولا حاجه. ممكن كمان لو انت عندك موظفين وعايز تعرف الموظفين دول بيضيعوا وقت الشغل بتاعك في المحادثات وكده برضو ممكن. وتراك لاست سين تطبيق محمله مليون مستخدم. وظيفته ان انت بتدخله الرقم بعد ما تدفع اشتراك على التطبيق. مفيش مجاني فيه خالص. بعد ما تدفع الاشتراك المفروض ان انت بيجيب لك احصائيات اسبوعيه وشهريه عشان يقولك ان التطبيق بيقولك ان الارقام اللي دخلتها لي دي فتحت نت الساعه كذا وقفلت الساعه كذا، فتحت الساعه كذا وقفلت الساعه كذا، فتحت الساعه كذا وقفلت الساعه كذا، بالليل بالنهار كل حاجه. حتى لو عامل اخفاء ظهور المفروض ان هو بيظهر لك كل ده. التطبيق بقى شغال ولا مش شغال؟ للاسف التطبيق بياخد الاشتراكات من الناس ومش شغال. ما انصحش اي حد يحمل وي تراك لاست سين. حتى لو شفت هتلاقي دفعت مبلغ الاشتراك، والله كدابين دفعت مبلغ الاشتراك ويقولوا له احنا نحن اسفون لسماع هذا منك. فعشان ايه؟ كله نجمة 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 نجمة. دفعت ولم تصل اي معلومات لحد الان، وارسلت شكاوي ومفيش حد بيرد عليا. فنصيحة مني لو شفت التطبيق ما تحملوش عشان هو مش شغال. في لاست سين محمله 5 مليون مستخدم، تقييماته احسن من دوت وبيقوم بنفس الوظيفة. لو ما كنتش عارف التطبيق قبل كده وعرفته من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب، حذر غيرك من التطبيق ده.